من ساعة ما العالم عرف كرة القدم والأجيال بتسلم بعض، ومستوى اللعبة في تقدم مستمر خصوصا مع استخدام التكنولوجيا. بس الحاجة اللي ما اتغيرتش ولا عمرها هتتغير هي التنافسية والحماس الكبير اللي بنشوفه بين اللاعبين في أرض الملعب، واللي للأسف الشديد كان سبب في إن الكورة تكون من أكتر الرياضات اللي سجلت حالات وفيات في الملاعب. وفي طويلة وعالية هنحكي ليكم بالتفصيل قصة أول حالة وفاة في ملاعب كرة القدم. أرشي هونتر قائد فريق أستون فيلا السابق نشر سنة 1890 كتاب انتصارات مجال كرة القدم، واتكلم فيه عن التجارب والمحن اللي واجهت لاعبي الكورة في التوقيت ده. هونتر في الكتاب بتاعه كان بيحكي بأسى عن الأمراض والإصابات اللي تعرض ليها عدد كبير من اللعيبة، وقال إنهم لعبوا في جميع أنواع الطقس، وإن في أوقات ما كانش فيه غرف مجهزة عشان يغيروا حتى هدومهم ولا حمامات يقدروا يستحموا فيها بعد الماتشات، وده كان مخلي صحتهم معرضة دايما للخطر. الكتاب ده نشره هونتر بعد اعتزاله سنة 1889 لما جاله نوبة قلبية في لقاء فريقه أستون فيلا قدام إيفرتون. بس السبب الأهم اللي خلاه ينشر الكتاب كان مرور سنة على أول حادثة وفاة في تاريخ كرة القدم، وكان ضحيتها ويليام كروبر اللي رحل في 13 يناير 1889 وكان عنده 26 سنة. الوثائق الإنجليزية قالت إن ويليام كان رياضي كويس وكان بيمارس لعبة الكريكت مع فريق ديربي شاير بجانب كرة القدم. كتاب انتصارات مجال كرة القدم وضح إن رحلة ويليام كروبر انتهت في مباراة فريقه استافيلي قدام جرامسبي تاون بعد ما أخد ضربة قوية في بطنه من مدافع جرامسبي دان دويل بعد 15 دقيقة بس من بداية اللقاء. بعد الخبطة دي روح على بيته، وفي آخر الليل حالته اتدهورت جدا ونقلوه على المستشفى، بس للأسف فارق الحياة تاني يوم الصبح. التقارير الطبية وضحت إن جاله تمزق 1.5 بوصة في الأمعاء من الضربة اللي أخدها، واتصاب كمان بالتهاب الصفاق. الصحف الإنجليزية نشرت إن كروبر كان واكل أكلة تقيلة قبل الماتش، وإن احتمال كبير تكون هي اللي ساهمت في وفاته، وحذرت كل اللاعبين من الإفراط في الأكل قبل المباريات. المدافع دويل خضع للتحقيق وقتها، بس الطبيب الشرعي برأه من أي تعمد للضرب، خصوصا وإن الاتنين ما كانوش يعرفوا بعض، وأول مرة يتقابلوا في حياتهم كان في الماتش ده.